أهلا بكم من جديد في خبر عاجل وردنا الآن. أقدم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات على الانتحار بسبب ما عرف بلعبة الحوت الأزرق، وهذا بولاية سطيف، وهي ثاني حالة تسجل في ظرف أقل من شهر واحد. عموما ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا من ولاية سطيف سمير مخربش. سمير أهلا بك. اهلا، مساء الخير. مساء الخير سمير، ماذا في تفاصيل عملية الانتحار؟ نعم، يبدو اننا نعيش الحالة الثانية، حالة انتحار بسبب لعبة الحوت الازرق. فبلغنا الان منذ حوالي ساعة اقدم طفل يدعى محمد لمين، عمره 9 سنوات. نعم. يدرس في السنة الثالثة ابتدائي من بلدية عين المان، وبالضبط من منطقة شرشرة. الطفل يكون قد اقدم على الانتحار داخل حمام المنزل، حيث دخل للاستحمام، ثم لما طال انتظاره قامت امه بفتح الباب، او بالاحرى بكسر الباب، فوجدته معلقا، حيث استعان بمنشفه واقدم على الانتحار. وحسب المعلومات الوارده الينا سبب الانتحار يعود دائما الى لعبه الحوت الازرق. لكن كيف تم التاكد سمير؟ اليوم ثاني ضحيه. كيف تم التاكد من ان سبب الانتحار كان يعني عن طريق ذات اللعبه، لعبه الحوت الازرق؟ حسب المعلومات الواردة إلينا الطفل معتاد على لعب هذه اللعبة، وهو من مدمني الهاتف النقال، وقد اشتهر بذكائه كذلك، واشتهر بإتقانه لهذه اللعبة. ويقال بأن التلميذ يعد من أذكى التلاميذ بالمدرسة التي يدرس بها، وبالتالي حسب الأهل وحسب الأقارب تكون لعبة الحوت الأزرق قد سجلت ثاني ضحية لها في ظرف حوالي أسبوعين، بعد الضحية عبد الرحمن الذي توفي بنفس الطريقة ببلدية صالح بيه.